يعني بقول لكم ان الامراض المزمنه المستقره مفيش مشكله في الصيام فيها، لكن اي مرض في القلب او في الكلى او في السكر او في الضغط غير مستقر، يعني مثلا ضغط مش مظبوط بيعلى ويوطى، سكر عالي قوي، سكر واطي، ذبحه غير مستقره، جلطه او كده، او جلطه حديثه، او واحد مركب دعامات حديثا، ده بيبقى ما يصومش. وبقول ان الصيام مفيد كنوع من انواع الروحانيات، لان الحاله النفسيه بتفرق كتير جدا في الامراض، وخاصه امراض القلب، خاصه الضغط والسكر. فاحنا لما بنبقى نفسيتنا مرتاحه، لو احنا صايمين باجواء روحانيه جميله، بيبقى نقدر نظبط هذه الامور، او بتبقى افضل طول ما الامور مستقره. لكن ايوه اتفضل يا فندم. لكن طبعا بيبقى في بعض الامور اللي هي بتبقى محاذير، مثلا ان انا ما بقاش ينفعش ابقى انا صايم طول النهار واجي املى بطني مره واحده وقت الفطار، لان ده بيبقى حمل على القلب، حمل على القلب، وبيعتبر ارهاق، وممكن يجيب احتقان في القلب وكده، وده بيؤدي الى اعراض ممكن بقى فيها خطوره الى حد كبير. فبننصح في الامور دي ما نفطرش مره واحده، ما نكترش في الاكل، الملح ممنوع بالنسبه بالنسبه لمرضى ضعف عضله القلب. الكوليسترول طبعا والسمن الصناعي ممنوعين. طبعا اكل الحلويات كتير لمرضى السكر مش مظبوط. فهو الحقيقه برضه يا دكتور يعني رمضان دايما بتكتر فيه الحلويات، والناس بتكتر شويه زياده من الحلويات. الاعتدال كويس، الاعتدال كويس، وهو زي ما اتفقنا ان المستقر يعني عايش حياه شبه طبيعيه، لانه ماشي على علاجه كويس وبيظبط فكره على فكره. هو للاسف الاتصال برضو يا فندم الصوت بيروح جدا يا دكتور. لكن بنكرياس كتير بيبدا ان هو ما يستهلكش البنكرياس بدري حتى لو كده. اللي مثلا ما بياكلش ملح طعام كتير بيبدا ان هو يحافظ بصوره الى حد ما ان هو ما يجيلوش ضغط دلوقتي، لو هيرتفع حتى الضغط يتاخر شويه او كده. بالنسبه للسمن الصناعي والسمنه والبسبوسه والحاجات دي طبعا برضو بنحفظ بيها تصلب الشرايين وكده. فهو يعني النصائح دي على طول، يعني مش بس في الصيام، ده هي في كل الاوقات. هو طبعا وبرضه دخلة العيد دي الناس بتختار. عايز اقول ان لازم بس المرضى، طبعا احنا في العشرة الاواخر كل سنه وانتم طيبين، وربنا ان شاء الله يجعلنا يعني متقبلين في العشرة الاواخر ونشوف ليك القدر. فاحنا الشهر بيخلص، لكن هو مفترض ان مرضى القلب بيروحوا حتى للدكتور عشان يظبط لهم مواعيد العلاج. مواعيد العلاج. وبرضه في بعض الادويه لمرضى القلب بتبقى مضره للبول، ما ناخدهاش بعد السحور، ناخدها بعد الفطار، عشان لو حصل شيء من فقد الميه زياده ما يبقاش لو هو بعد السحور مش هنقدر نسيطر عليه، لكن لو حصل بعد الفطار ممكن احنا نزود شرب كده. فدي طبعا بتبقى لازم مهمه جدا. طبعا العيد في مصر، عيد الفطر، في ناس كتير قوي بتاكل اسماك مملحه زي الفسيخ او الرنجه او كده. طبعا بنحذر جدا من هذه الامور بالنسبه، وخاصه تاني هقول لمرضى ارتفاع ضغط الدم ومرضى ضعف عضله القلب، ملح الطعام ده بيعتبر سم بالنسبه لضعف عضله القلب. فبرضه الافراط في اي شيء غلط، يعني الافراط حتى دايما اقول الافراط في الاكسجين، يعني الاكسجين نسبته زادت اللي في الهواء ده بيعمل تسمم، مش بيبقى مفيد. يعني يا دكتور احمد افهم من كلام حضرتك ان اي حاجه لو خدناها باعتدال هتبقى الامور ماشيه كويس. ايوه يعني سواء كان مريض او حتى مش مريض. بالظبط. هو حتى الوقايه بتتم بصوره من الفرق دلوقتي في كل، يعني اللي هو العلم الطب الوقائي والقلب الوقائي، ان احنا منذ الصغر نعلم الولاد ان هم ما بياكلوش اكل غير صحي، ان هو بيبقى فيه رياضه منذ الصغر عشان يحس نفسه كويس. ان احنا مثلا عرفنا ان التدخين غلط، خلاص ما فيش كلام. عرفنا ان السم الصناعي غلط، ما فيش كلام. عرفنا ان الرياضه كويسه، يبقى اول كده الوزن الزياده برضه حافظه، نتمشي مع يبقى زي ما
زي ما قلنا كده يا دكتور ان الاعتدال في كل شيء مطلوب، وفي ممنوعات وفي محظورات طبعا. لازم كمان المريض يرجع للدكتور بتاعه عشان يظبط له مواعيد الادويه مع الفطار والسحور.